السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى نعمل مقرمشات الافران. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ جاهز اكني جايباه من الفرن دلوقتي. شايفين جماله؟ بمقادير بسيطه جدا وسهله واقتصاديه. وكل ده بربع كيلو دقيق، يعني بكوبايتين وربع بالكوب المعياري دقيق، ربع كيلو. طلع لي المقرمشات الجميله دي. شايفين بقى الجمال؟ ولو اول مره تشوفوا قناتي مطبخ سومة واسهل الاكلات، اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. يلا بقى بينا على الطريقه. انا بنخل كوبايتين وربع دقيق بالكوب المعياري، وزنهم ربع كيلو دقيق. كوبايتين وربع. بضيف ذره ملح، وبنخل بقى المكونات دي كده مع بعضيها، وبقلبهم وبركنهم كده على جنب. نعمل بقى السوائل. نص كوبايه ميه دافيه، نص كوبايه زيت على سمنه. الاتنين بيدوا طعم حلو قوي للمقرمشات. وضفت معلقه صغيره سكر، ومعلقه صغيره بقى، ده السر بقى، المعلقه الصغيره دي صلصه جاهزه، ومعلقه صغيره خميره. وبقلب المكونات دي كده كلها مع بعض لحد المكونات كلها تندمج مع بعضيها والسكر يدوب ويتفاعل مع الخميره. هنزل بقى بالدقيق على السوائل. هعجن بقى العجينه لحد ما المكونات كلها تندمج مع بعضيها كده، وتبقى العجينه معايا طريه وسلسه. شايفين بقى المقادير مظبوطه ازاي؟ ولا زودت ولا نقصت ولا دقيق ولا ميه. شايفين بقى العجينه طريه ازاي؟ لازم العجينه تبقى طريه كده وسلسه قبل ما اشكلها. بسيبها بقى كده ترتاح بتاع 10 دقايق واغطيها بفوطه كده. بقى ارتاحت العجينه اهي، شايفينها بقى طريه ازاي؟ بحطها بقى على الرخامه، بغطيها بكيسه، وباخد قطعه بقى من العجينه كده عشان اشكلها. بقطعها بقى القطع صغيره عشان تبقى معايا سهله التشكيل. شايفين بقى القطع الصغيره دي؟ هبرمها، اخد قطعه كده وابرمها بايدي السمك اللي انت عايزاه كده معقول يعني. بلفها بقى ايه ضفيره كده، بلوي واحده قصاد واحده، بلويها كده. شايفين؟ ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ باخد قطعه تاني من العجينه وببرمها لصوابع رفيعه، وبعمل واحده عكس واحده كده، بضفرها يعني. شايفين بقى العجينه معايا سلسه ازاي وطريه، وبلفها كده بكل سهوله عشان تديني الشكل الجميل ده. بستمر بقى كده في تشكيل المقرمشات دي، بضفرها برضو كده. شايفين بقى الجمال؟ باخد قطعه تاني من الكور دي وبضفرها برضو. عايزه تطولي الكحكه اطول من كده براحتك، بس هو ده كده يعني معقول. وباخد القطعه بقى دي الاخيره وببرمها برضو كده وبلفها. شايفين بقى الحجم واحد. قطعه العجينه لما بقطعها لكور متساويه وببرمها كده، وشايفين الشكل؟ وبرصه بقى في الصاج كده، وباخد قطعه تاني من العجينه وبكرر نفس الخطوات. شايفين العجينه معايا طريه ازاي؟ وبقطعها برضو لكور متساويه كده. بتسهل عليك التشكيل الكحكه. وببرمها برضو كده وبلفها نفس الخطوات، وببرمها برضو وبلفها. والله العجينه معايا طريه جدا. شايفين بقى الجمال؟ وبلفها برضو كده. لو الكحكه طويله شويه بقطعها وبلفها عشان يبقى المقاس والحجم واحد. شايفين بقى الشكل؟ كده بقى السوا يبقى واحد والمقاس واحد، وبضفرها. شايفين بقى الجمال؟ سلسه معايا واوفر من الافران بصراحه يعني. اعملي المقرمشات كده تاكليها بالليل مع كوبايه شاي، تبقى جميله جدا ومش مكلفه. كل ده موجود عندك في البيت. وبلف كده وببرم كده. انتهيت بقى من تشكيل المقرمشات الجميله دي. شكلها حلو ومقاسها واحد عشان تاخد السوا المظبوط. بجيب بقى بيضه وحليب وسكر وبقلبهم مع بعض، وبدهن بقى المقرمشات كده
انا بقى هدهن المقرمشات كلها كده، واجيب بقى سمسم حبة البركة وارشهم على المقرمشات دي. طعمها جميل جدا، خلي بالكم والله جميلة جدا. وبرش بقى السمسم وحبة البركة، بيدي طعم حلو قوي للمقرمشات، سمسم وحبة البركة. وبسيب بقى طبعا اول صفين من البقسماط ما برصش عليهم سمسم، عشان بنتي ما بتحبش السمسم وحبة البركة. وبكون مولعه الفرن على درجة حرارة 180، بحطه في الرف الوسطاني كده يقعد نص ساعة حسب الفرن اللي عندك. واول ما طلع بقى من الفرن واخد اللون الذهبي الجميل والسوى المظبوط، ايه رأيكم بقى؟ اكنك جايباه من الفرن حالا. اتمنى تجربوه بنفس الطريقة وبنفس المقادير، وانا متأكدة هيعجبكم ان شاء الله. وتقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات. ايه رأيكم بقى في المقرمشات الجميلة دي؟ شايفين بقى المقاس واحد، والشكل برضو دي بقى اللي من غير سمسم وحبة البركة، المقاس واحد والضفيرة مظبوطة، واخد السوى المظبوط. ولو استفدتوا من الفيديو يا ريت لايك للفيديو وشير، يا ريت الاشتراك بقى في القناة وتفعيل الجرس. يلا بقى ندوق واحدة. اتفضلوا معايا يا حبايبي، جميلة جدا وطعمها رائع ومقادير بسيطة واقتصادية. ده بقى الشكل النهائي للمقرمشات الأفران، وبألف هنا عليكم يا حبايبي.